أني قصي محمد شكر محمود، من سكنة بغداد، من مواليد 1980. طالب جامعة بغداد بطب بنت عمي، وتزوجت بالموصل واستقريت بالموصل. ومن سنة 2010 لحد 2011 انتقلت على الموصل وكملت دراسة بجامعة الموصل، تربية علم نفس. ورا بعدين صار جو الدولة الإسلامية سنة 2014. ورا 6 أشهر أنا رحت ما ظل شغل بالموصل، رحت دورة المساجد، الدعوة المساجد، بايعنا على يد أبو أيوب نفس أبو الجامع. لمدة ظلينا نشتغل بالجامعة لمدة 7-8 أشهر. وراها قربت شو اسمه طوني سلاح واستلموني كفالة. كنت أستلم كفالة 180,000. وراها طوني سلاح. ورا 7-8 أشهر رحت بالحرس بالجامعة. وراها قربت ولادة زوجتي، عفت تركت الدولة ورحت كملت ولادة زوجتي وانتقلت بغير منطقة بحي المهندسين. عمود ما يندلون بيتي، خاف يعني يتراقبوني شيء، استقريت بحي المهندسين. ورا ما رجعت من الحديثة ما ودت زوجتي، بعدين رجعت لبغداد. ورا ما تحررت الموصل ظليت من بغداد شهر. من بغداد وراها رجعت جيت على سليمانية، ومن سليمانية لحد الآن مستقر بسليمانية.